قوية الصراحة. ايه، الفرق فرق عجيب. أنا تعرف كان خلاص باقي لي تكة وأسوي عملية صفط الدهون. قلت خلاص خلني أجرب هذا البروجرام آخر محاولة. الصراحة مشى شهر ونص التزمت، يعني فرق كبير صراحة. يعني تقييمك لفكرة المتابعة نفسها أو جودة المتابعة كرد عليك بالواتساب، كمكالمات، كفويس نوتس، ككله، كم من 10؟ أنتم صراحة مش مقصرين، يعني 10 من 10 أنا أعطيك. الحين الشكل مع الكندورة استوى مرتب كثير، وقبل صراحة ما كنت أحب ألبس يعني الكاجوال البنطلون وهذا، لأن البطن كبير يعني مهما ألبس ما يطلع حلو. ايه، الحين صراحة فرق يعني في اللبس. حتى يوم سافرت أنا كان عندي سفرة قبل شهر، ايه، باللبس الصراحة فرق عندي في اللبس وفي النشاط وفي القوة. زدت 4 كيلو عضل. الميتابوليك ايج بتاعك او نقدر نقول العمر البيولوجي بتاعك نزل 5 سنوات. فحتى النوم عندك في وايد شغلات اتحسنت. فانا كنت عم راجع الارقام بتاعتك والنتائج قبل وبعد، ما شاء الله ما شاء الله، جدا جدا سعداء وفخورين بيك. شو كان احساسك بجسمك قبل ما تبلش، وهو ده القرار او اللي خلاك تاخد القرار انك تبلش معانا؟ ضعفت فترة بس جسمي صار يعني مترهل، ووقفت النظام على طول، رد الانتفاض مرة ثانية. أحب حد يتابعني، تعرف مشاغل الدنيا والعيال والشغل قبل ما نبلش مع بعض، كان ايه اكبر تشالنج او اكبر مشكلة كنت كل مرة لما بتبلش مع نفسك هي اللي بتخرب عليك الوصول؟ كان شغل شوي صعب، سفرات كثيرة، سفر وسترس وهذا، ووقت ضيق، صعب تمشي على البرنامج. ايه اول تغيير لاحظته؟ النوم صراحة تعدل، كنت مرتاح في النوم، بديت أحس أن البطن قام ينزل شوي، يخف الدهون، خفت عندي، والعضل بدأ شوي يرجع. حصلت اي تعليقات من الناس الفترة اللي طافت؟ ايه صراحة شباب سألوني، قلت لهم صراحة في بروجرام قوي، بس قالوا لي صراحة فرق عن قبل. تنصحه ان هو يبلش معانا ولا ما تنصحه؟ اي والله اكيد انصحه. يعني نظام جميل، بيفرق بسرعة، ما يحتاج. يعني تحس ان هو يستاهل قيمته؟ القيمة الاستثمارية قد النتيجة او الاكسبيرينس او التجربة نفسها، تحس ان هي تستاهل؟ اي والله صراحة تستاهل. طيب. لأنه هو برنامج متكامل، يعني معظمهم يكون برنامج غذائي فقط،